السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. عسى الله يا رب يسعدنا ويسعدكم ويوفقنا ويوفقكم ويعيننا على طاعته ويرزقنا الخير ويكون بعون اخواننا المستضعفين في كل مكان، ويرحم موتانا عموم موتى المسلمين ويشافي مرضانا عموم مرضى المسلمين. عسى الله يا رب يوفقنا وياكم لكل خير اجمعين. من المطبخ اليوم عندي رحلة عائلية مع الاهل، ابى اسوي مرقة شبزي. عندي سلمكم الله فلفل، ثوم، لومي، عندي معجون طماط، بصل ناعم، طماط، عندي هذه حلبة بس ما راح احط كل هذه وايد، وعندي شبت وكزبر ابى اطعم فيه، ثوم وزنجبيل، وعندي هذه بهاراتي كزبر، فلفل اسود، كمون، بابريكا، كركم، وعندي الشبزي المثلج. صراحة استحسنته، وايد حلو طعمه ويريحك الصراحة، يفكك من اللوية ومن اقعد تشتغل وقصص. طبعا الطريق افضل واحلى مليون بالمية وياكم، لكن احنا عاد شغل اللي نبي السهل الصراحة. وهذه لحمتي ضغطتها تقريبا نص ساعة عشان اخليها يعني نصف استواء وثلاث ارباع استواء، وبكمل استواءها ان شاء الله مع المرقة. وعندي هذه اللوبة، طبعا احنا مرقتنا الشبزي نحط لها لوبة، ما نحط لها فاصوليا حمراء. هذا طور يعني طور اهلي الله يرحمهم، اي والله. وهني نزلت شوية زيت زيتون، نزلت البصل، حمس البصل بس شوية، وعلى طول ننزل عليه الخضرة علشان تحمس. طبعا الخضرة الطرية، أما الخضرة المثلجة ترى هي يعني شبه جاهزة، لكن هم بنحمسها علشان نطعم فيها. ولازم يا جماعة أي مرقة بتسويها، أي طبخة بتسويها، إذا فيها حماس لازم تعطيه حقه علشان تاخذ النكهة اللي بخاطرك واللي تبيها. وهني يا جماعة نزلت حلبة خضرة وحلبة شوية أنا طاحنها عشان أبي النكهة، لأن ترى صماق مرقة الشبزي السلق والحلبة. طبعا الخضرة كلها ضرورية، لكن هذيلا الأصل في مرقة الشبزي، السلق والحلبة. وهني يا جماعة نزلت شوية شبنت وكزبر خضر، والحين بنزل بهاراتي. لازم نخليها تحمس شوية علشان طبعا أنا قاعد أنزل الخضرة تدريجي يا جماعة عشان بس أكسر الحرارة، لأن الخضرة فيها ماي، فيعني تضبط لي الوضع، ما يصير عندي حراق ولا يصير عندي طعم يعني مو حلو. شوي ننزل شوي. الحين ننزل الثوم والزنجبيل، وننزل الخضرة المثلجة، بعدين عاد ننزل معجون الطماط والطماط شوية، كل شيء شوي. وكل الخضرة هذا ترى راح تروح، ليش؟ لأنه حماس، راح نحمس لين نقول آمين. وهي يا جماعة نزلت الثوم والزنجبيل، ونزلت الخضرة طبعا المثلجة. أنا شوية نقعتها بماي علشان بس يعني تفتر. الحين عاد نبدأ نحمس. حيلكم بالحماس، كل ما تحمس زين كل ما تاخذ مرقة قوية. حيلكم بالحماس. طبعا الحماس يبي زيت يا اخوان. المرقة سياستها كالآتي: حط زيت لا تخاف، قبل لا تنشف ارفع الزيت كله. هذا شغله اهلنا قبل ترى كذي، يعني ما في حمسة من غير زيت، ما تربط معك الحمسة، هي كذي ترى. بس عاد في ناس ما ترفع الزيت، لا والله احنا نرفعه، لا خلصنا قبل لا نشاب نرفع الزيت كله. طبعا يا جماعة هذه الخطوات اللي أنا سويتها ترى اختيارية، يعني في ناس ما يحطون مثلا ثوم زنجبيل، في ناس ما يحطون، يعني اختيارية. لكن هي الشبزي يتعلق يعني على 7 أنواع من الخضرة، هو يتكون من 7 أنواع من الخضرة: شبنت وكزبر، بقدونس وكرفس، بقل اللي هو البصل الخضر، مو البصل الخضر، بقل احنا نسميه بقل اللي هو الكراث، ويا الحلبة والسلك. 7 أنواع. هذه أساسيات الشبزي. تنثرم عدل وتنخلط بمقادير. طبعا يكون نص كمية الخضرة سلك، والباقي طبعا يتقسم بالتساوي. أقل شيء تحط الحلبة وايد قوية يا جماعة، إذا حطيتوا حلبة وايد يصير طعم المرق حلبة، وهذا طبعا يخرب نكهة المرقة. يعني الحلبة الطعم ما يعني ما تصير هي ماخذة الوضع كله.
ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف قامت تشتش خضرتنا، اذا تشتشت يعني خلاص بدت على الاستواء. طبعا يا جماعه الحماص شنو فائدته؟ اول شيء طعم نكهه، ثاني شيء المرقه ما تعزل يا جماعه. كل ما تحمس خضرتك المرقه ما تعزل. شو اللي تعزل؟ لما تصب في الطاسه تصير الخضره بصوب والماي مال المرق بصوب. هذا ليش؟ لانك ما حمست عدل. لكن احنا نحمس علشان النكهه، الريحه تبارك الرحمن. لا تسولف لان ما راح اوقف حماس لين تستوي عندي الخضره 200%. شوفوا يا جماعه مساء الخضره ايش كثرها شلون صارت قليله، لان قاعده تنحمس وتذبل وتذوب. شوف شلون الالوان قامت توحد عندي بساعة. لو تلاحظون كان الشبنت والكزبر والحلبه خضارها زايد، الحين بدا يتوحد عندي اللون، يعني قربت تستوي الحمسه كلها. والمعيار عندنا تفخر الريحه الزينه، تبدا تحكك بقاع الجدر. اذا حككت يعني خلاص، يعني اخذت حقها بالحماس. طبعا مع التحريك المستمر، ما توقف تحريك. اذا تبي تشرب مرقه شبزي خطيره. وهني بعد ما حمستنا اخذت مو حقها، اخذت ابو حقها. يعني اوريكم شلون يا جماعه تعرفون. شوفوا يا جماعه بدت الالوان تصير من تحت غامقه، تصير فيها مثل الدعومه. خلاص بعدين الخضره بدات تفلل. شوف خلاص الحين حمست عدل. الحين انا اضمن ان الحمسه 100%. شوف شلون، شوفوا يا جماعه هاي يبين صار شويه، هذا قامج وهذا فاتح. خلاص انحمست الحمسه. كل ما تحمس افضل بعد، بس يعني خلاص خذت لها تقريبا نص ساعه ما شاء الله كافي عليها. الحين بعد بنخليها تحمس مع الطماط ومعجون الطماط. بسم الله. من بعد الطماط فيه ماي خليها تتجانس عدل. بس عاد هني يا جماعه ننتبه لان المعجون الطماط بسرعه يضرب، بسرعه يضرب، ننتبه يا جماعه. والخضره ترى هذه وايد، ترى وايد يعني راح تنتفش، ويا دوب المرقه تصير مرقه، لان الخضره هذه كلها راح تطلع فوق، راح تشوفونها ان شاء الله. بعد نخلي معجون الطماط يحمس مع الطماط، هم بعد ينكه لنا، يعطي نكهه احلى وعلى راحته. المرقه تبي سعة بال، ما تبي استعجال. الله يرحمها امي لا سوت شبزي، الله يا جماعه خل عليها الصاله، الله يرحمها ويحللها، يرحم موتانا موتى المسلمين. تقول يا وليدي تعال همزني، كتفه يعورها من شنو؟ من الحماس، لانه شغل. ما شاء الله تبارك الله. شوف اللون صار حمر، الله يرحمك يا يمه. بس عاد ترى يا جماعه الشبزي هذا ترى 2% من شبزي الوالده. شبزي الوالده وين تسولف فيه لا تقول قصيده حالاته. الله يرحمك. اهم شيء عندنا ما يحكك قاع الجدر عشان ما يصير عندنا اي نوع من الحراق، بس النكهه حلوه. هني يا جماعه بدا يحكك، شوفوا شلون بدا يحكك. خلاص يعني استوى، حمستنا صارت لا تسولف 100%. الحين بس انزل اللوبه وانزل اللحم. اللحم طبعا نظفته طلعته من الماي، واحط عليه ماي اللحم ترى، احط عليه ماي اللحم واوريكم شكل المرقه بعد شوي، خليكم معانا. بسم الله. انا بصب اللوبه. طبعا اللوبه يا جماعه مع مايها، لان الماي هو اللي فيه النكهه، عرفت شلون؟ الحين بس نعطيها فرتين كذي. اللوبه كأنها وايد، لا بس انا بمرق وايد لان هذا. شوف لون الشبزي يا جماعه، شوفوا لون الشبزي. الحين تعادل، ترى اللوبه مو وايد. الحين التعادل، بس انزل اللحم. بسم الله. هذا ما هذا اللحم. بسم الله. كله نزلت. طبعا اللحم مستوي جاهز. يلا اعطيني يبا مشخال عشان اصب عليه ماي يبا، من ماي اللحم. يلا
صب شوي 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 شوي، يلا صب. بس كافي 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 كافي، بعدين إذا بغى نزيده. نحركها لا تطبخ مع راح تثخن، راح تصير ثقيلة إن شاء الله تبارك الله. لها طباخ الحين تقريبا، بعد تقريبا كذي ساعة إلا ربع كذي وتكون مرقتها. شوف ما شاء الله ثخنت حدها إن شاء الله تبارك الرحمن. لون شبزي الوردة، بس عاد الطعم ما عنده راح، الله يستر. والحين نزلت طبعا لومي سحاري وثوم 3 فصوص 3 روس، ونزلت 3 علوب فلفل. هذا العلب الفلفل طبعا مو حار، هذا نكهة بس نكهة. الحين ندوق ملحه، خليها تطبخ على راحتها بس ابيها تطبخ بس وبعدين اقصر عليها ان شاء الله. المرقة ثخينة حدها كلش، هذه بس الحين تطبخ عدل وتمتزج معاها الخضرة، تصير ما شاء الله تبارك الرحمن 200%. شوف شلون تعرف خضرة يعني مرقتك خاطرة، شوف شلون طقطق لها صوت، هذه يعني مرقتك خاطرة حدها. طقها بجوة الصبح وانا اشتغل ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. انتهت المهمة اللهم لك الحمد. هذا جدر العيش ما صورت لكم بس يعني عادي ما شيء، عيش سهل يعني. هذه مرقتنا ما شاء الله شوفها تدخدخ على راحتها، بنحط دهنتها يعني قرب تستوي. خلوها على راحتها، متى ما بغيتوا تنشبون قبل النشاب ربع ساعة طفوا مرقتك وبس جاهز. وعلينا وعليكم بالعافية يا جماعة. وهذا الشبزي طاح، بس نوريكم اللوك. هذا طبعا يا جماعة من البيت للمخيم، واحنا مجتمعين اليوم مع الأسرة كلنا، ذرية الوالد الله يرحمه، ذرية حمد العون. بس هذا طبعا مساهمة مني، كل واحد مسوي له طبق، بس هذه مساهمة مني أنا، صار له ساعة لما بطلته. بسم الله. شيء الحين الدكتور يبي يقلب المموش. دكتور ترى هذا مموش مو مقلوبة والله. يلا روح قلبها بسم الله. سم راح كفو والله. الله الجدر دكتور يفشل الجدر. يا شيء الله ما شاء الله. موش بديان ها؟ مش بديان. كفو والله وقعته.